معانا النهاردة 3 طرق لتخزين ورق العنب، ال3 كلّهم أحلى من بعض، أنتِ هتختاري الطريقة المناسبة ليكِ وتعمليها، بحيث إن ورق العنب يقعد معاكِ من السنة للسنة من غير ما يتأثّر. طيب أول حاجة وأهم حاجة إن إحنا ننقي ورق العنب اللي هنخزّنه، لازم يكون لونه حلو أخضر فاتح كده، وكمان يكون الورق بتاعه طري. اوعي تخزّني الورقة اللي بتبقى ناشفة دي، لإن بتجيب معاكِ نتيجة مش حلوة خالص في التخزين. باخد بقى الورق بتاعي وابتدي أقص العيدان بتاعته بالشكل ده كده، وافرد الورق واطبّقه فوق بعض، نقصها بالمقص أو بإيدينا وافرد الورق كده واعمله مجموعات واطبّقه فوق بعض بحيث إن هو يبقى مفرود. طيب أول طريقة ودي أسهل طريقة، بنجيب برطمان بنعقّمه كويس جدًا وننشّفه أهم حاجة ما يكونش فيه نقطة مَيّة واحدة. بعد ما بننشّفه كويس باجيب بقى ورق العنب وبابتدي أرصه فيه. الطريقة دي بتعتمد على إن أنتِ بتخرّجي الهوا من بين طبقات ورق العنب، فده بيحتفظ بيه لفترة طويلة. بنحط الأول شوية ورق عنب كده وبعد كده بنضغط علشان نخرّج الهوا من البرطمان، ودي أهم حاجة لإن هو بيعتمد على كده، فلازم نضغط كويس أوي ونطلّع الهوا من البرطمان بالشكل ده. الطريقة دي حلوة وسهلة، بس فيها عيب، إن أنتِ وأنتِ بتخزّني تعملي حسابِك إن البرطمان ده على قد الأكلة اللي هتعمليها، لإن لو اتفتح ما ينفعش يتقفل تاني، يعني ما ينفعش تحطّي في برطمان كبير إن أنتِ مثلًا تاخدي منه شوية وبعدين تقفليه لأ، هيبوظ على طول منِّك. فأنا مثلًا باستعمل نُص كيلو، يبقى هاحط في البرطمان بتاعي ده نُص كيلو، وبحيث إن أنا أول ما أفتحه آخدهم أسلقهم على طول. هو بيبقى طالع زي الفل، ما فيهوش أي حاجة، بس زي ما باقول لِك، البرطمان يبقى ناشف ونضيف، تضغطي ورق العنب كويس أوي وتطلّعي كل الهوا منه، يبقى على قد استعمالِك لوجبة واحدة، بالشكل ده كده. ده كده خلاص ما فيش أي مشكلة فيه بعد كده. طيب تاني طريقة اللي هي الstretch، باجيب الورق بتاعي وبافرده برضه بالشكل ده، وبابتدي ألفّه الstretch بتاعي، وأنا بالِف باضغط كويس أوي، بحيث برضه إن أنا أطلّع منه الهوا، بالرغم إن ده هيتحط في الفريزر، بس برضه نطلّع منه الهوا بالشكل ده كده، وباربطه من الناحيتين. طبعًا ممكن تعمليه بأكياس، أكياس اللي هي بتاع التلاجة، بس الstretch بيكون أفضل لإن هو ما بياخدش مكان، وبيكون سهل معاكِ إن أنتِ تلفّي فيه. بتعملي الكمية بتاعتِك، ومن الأفضل برضه إن أنتِ تحطيها في علبة تلاجة وتحطيها في الفريزر. ليه؟ لإن لو أنتِ حطيتيه كده في الفريزر واتجمد وجيتِ حطيتِ عليه أي حاجة جنبه أو فوقيه، طبعًا هيتكسر منِّك على طول، وتيجي لمّا تفكيه تلاقيه متفرفت ومتكسر. فمن الأفضل إن أنتِ تحتفظي بيه في علبة بعد ما نلفه بالstretch بالشكل ده. يبقى كده دي تاني طريقة معانا. طيب تالت طريقة بقى وهي بصراحة دي من الطرق المحببة أوي ليّا، إن أنا باجيب كل لتر مَيّة باحط له 5 معالق من الملح. وبأكد معاكم أو عليكم إن الملح يكون خشن، الملح الخشن بيحتفظ بورق العنب فترة أطول، لكن ملح الأكل العادي أو ملح الطعام أو ملح المائدة بيخلّي ورق العنب يتهري وما يقعدش فترة طويلة، إنما الملح الخشن بيحتفظ بيه لمدة أطول، وبيدّينا طبعًا نتيجة حلوة جدًا في التخزين. باقلّب بقى ورق باقلّب الملح لغاية ما بيدوب، وبعد كده باجيب ورق العنب بتاعي بارصه في صينية أو حاجة واسعة زي كده، وهو مفرود بالشكل ده كده، نحطه جنب بعضه، وبعد كده باجيب المَيّة اللي أنا غليتها، بأكد المَيّة تكون مغلية مش سخنة، يعني المَيّة تكون مغلية مش سخنة، وندوّب فيها الملح والملح يكون خشن. خدوا بالكم من الحاجات اللي باقولها الصغيرة دي عشان دي مهمة جدًا. باحط بقى عليه المَيّة، هنا أنا لقيته محتاج شوية مَيّة تاني، فغليت له مَيّة تاني وحطيت عليها برضه ملح وغطيته بيها، لإن لازم ورق العنب يتغطى تمامًا بالمَيّة السخنة والملح، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. نضغط عليه عشان المَيّة توصل لكل حتة في الورق. طيب بعد كده بقى باجي باغطّيه، وأهم حاجة إن إحنا نسيبه لمّا يبرد خالص، حتى لو هتضطري تسيبيه طول الليل مش مشكلة، بس المهم الورق يبقى أو المَيّة بتاعتي تبقى باردة تمامًا، كأنها مَيّة من الحنفية العادية. هنا خلاص الورق بتاعنا برد، هو بيبقى خَد سِنّة كده من التسوية، عشان كده وأنتِ بتسلقيه يبقى خدي بالِك عشان ما يتهريش منِّك.
ده كده الورق بتاعنا بِرِد خلاص، نبتدي بقى نحطه في البرطمانات. هنا بقى عكس الطريقة الأولانية، تقدري تحطيه في برطمان كبير أو عارفين بيبقى في براميل بلاستيك صغيرة كده، ممكن تخزّنوا كميات كبيرة فيها. لإن ده مش بيعتمد لإن ده لو حطيتيه في حاجة كبيرة وفتحتيها وخدتِ منها ورجعتِ قفلتيها تاني، ما فيش مشكلة خالص. لكن طبعًا الطريقة الأولانية كان لازم طالما فتحتِ البرطمان، يبقى لازم تستعملي كل الكمية اللي فيه. بنحط بقى الكمية بتاعتنا بتاعة ورق العنب على قد ما البرطمان بتاعي هيشيل، وبعد كده باحط عليه من المَيّة اللي هي نقعناه فيها. طبعًا المَيّة دي بيبقى فيها طعم ورق العنب، وطبعًا فيها الملح. بنحط المَيّة وبنغطّيها ندوس بإيدينا كده وننزّل المَيّة من تحت ونضغط كده، بحيث إن المَيّة تغطّي البرطمان لحد الآخر. باجيب بقى كيس بلاستيك وباتنيه كده باطبّقه، وباحطه على الوش عشان خاطر يمنع العفونة إن هي تنزل على الورق. ده كده البرطمان. طيب باجي بعد ما باقفله باقلبه كده زي ما أنتم شايفين، علشان أتأكد إن المَيّة أولًا ما بتتسربش، تاني حاجة إن هي وصلت لكل الورق اللي موجود في البرطمان، بالشكل ده كده. طيب دي بقى ورق عنب عادي متخزن من السنة اللي فاتت، هاوريكم النتيجة بتاعتهم. ده اللي هو كان في الstretch بافتحه، زي ما أنتم شايفين الخضار بتاعه ما شاء الله يعني تقريبًا زي ما هو. أهم حاجة ما تحاوليش تتعاملي معاه وهو مجمد كده، لازم تسيبيه لمّا يفُك خالص، لإن لو حاولتِ يعني تفُكيه أو تتعاملي معاه وهو مجمد كده هيتكسر منِّك وهيتفرفت ومش هيبقى ورق عنب خالص. بُصّي الخضار بتاعه تاخديه بقى تسلقيه على طول، بس طبعًا أهم حاجة يفُك الأول قبل ما نحطه في المَيّة. طيب الطريقة اللي هي التانية، ده برضه برطمان عندي بقى له سَنة، أكتر كمان من سَنة. بنشيل بقى الكيس البلاستيك بُصّوا طبعًا لازم بيعمل لون كده، بس الورق نفسه سليم وما فيش أي عفن عليه خالص، زي ما أنتم شايفين كده الورق ما شاء الله زي الفل. هي الطريقة دي يمكن أكتر طريقة بتحتاج تفاصيل أو مجهود شوية، لكن بصراحة من الطرق الحلوة أوي. بانزّل بقى الورق العنب بتاعي من البرطمان، بُصّوا طالع ما شاء الله يعني سليم وما فيش فيه أي حاجة بايظة، والله ليه أكتر من سنة ونُص. باخد بقى الورق ده باشطفه تحت المَيّة قبل ما يتغسل، أشطفه في الحنفية كده، علشان طبعًا نتخلّص من الملح اللي فيه، وبعد كده نسلقه بقى عادي خالص، بس نخلّي بالنا ما ندوسش عليه أوي في السِوَى أو في السلق، علشان خاطر هو اتحط عليه مَيّة مغلية، فيعتبر استوى سِنّة. دي كده ال3 طرق بتاعتنا النهارده، طبعًا الطريقة الأنسب ليكِ والأسهل ليكِ اعمليها، ولو حد عنده طريقة رابعة غير دي، يا ريت يقول لنا عشان كلنا برضه نستفيد منها. فيا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير إن شاء الله.